غير لونه وباترن شكله وكمان ملمسه في اقل من الثانيه. علم وفاد البشريه بما فيهم الجيوش، حط بصمته في مستقبل التكنولوجيا. ده مين ده؟ ده كائن بحري، واسمع القصه. الكتل فيش، وده يبقى ابن عم الحبار السكوات. احنا برضو عندنا ولاد عم هيشوفوا ايام سودا قريب. الاتنين بينتموا لمجموعه اسمها رأسيات الارجل. دي رخويات بحريه اللي منها برضو الاخطبوطات. مش ده السبيط يا كابتن مصطفى؟ هو ده، وفي بعض الدول العربيه بيسموه الخضاق او الخضاق. المهم الكتل فيش عنده اساليب قويه ومتطوره جدا، معجزات بيولوجيه يا صديقي، قدرت تلهم العلماء والمهندسين بافكار تعمل طفره. ركز معايا بقى عشان ده كلام علمي تقيل شويه بس لسه هيحلو. ايه مثلا انهم يعملوا محاكاه للكروماتوفرات، ودي خلايا عباره عن اكياس فيها صبغات ملونه متحوطه بعضلات. فاهم حاجه؟ والله ابدا يا مو، وكويس انك حاسس بيا. هقول لك، كيس صبغه في حواليه عضلات، اول ما العضلات دي تتشد الكيس يتشد كده فالوانه تبان. واستخدمناها في ايه؟ استخدمناها في التمويه العسكري. تبقى قنوات صغيره كده، اول ما تسخن او تتشحن بالكهرباء تضخ الصبغه، فتنتشر الصبغه في القماش وتتحول للون حسب البيئه اللي هو فيها، اذا كان في صحراء او في غابات، وفي ايه؟ اقل من الثانيه. نفس التكنيك على جلد الروبوتات اللي بتشتغل في البحث والانقاذ عشان يبقى لونه نفس البيئه اللي هو فيها من غير ما يتكشف. المحاكاة التانية، ودي الخلايا القزحية عند الكتر فيش، ودي طبقات من البروتينات تقدر انها تكسر الضوء وتطلع الوان زي الاخضر والازرق والذهبي، وبتعدل في الوانها عن طريق اشارات عصبية. قالوا برضو هنستخدمها في التخفي العسكري عن طريق ان هم يدهنوا المركبات بتاعتهم، عربيات، دبابات، اي حاجة عايزين يخفوها، يلونوها بطلاء بروتينات انعكاسية اصطناعية، وده بيغير لون المركبة لما تتعرض لميه مالحه او رطوبه. والعلماء طبقوها تاني في شاشات LCD اللي ليها اضاءه خلفيه وكانت بتهدر طاقه. استخدموا الوان هيكليه زي الخلايا القزحيه دي، فبقت توفر طاقه ومفيش اضاءه خلفيه عاليه، وكمان تقدر تشوفها مع اشعه الشمس. تبقى قاعد على القهوه والدنيا شمس وانت قاعد بتتفرج على الماتش وشايف كل حاجه واضحه. استخدموها برضو في الشبابيك، الزجاج بتاعها بيبقى عاكس للشمس. واستخدامات كمان طبيه، بانهم ابتكروا جسيمات بتتوهج زي الخلايا القزحيه، وده لما ترتبط بالخلايا السرطانيه. الكتل فيش عنده اعظم نظم التمويه والتخفي على وجه الارض، والعلماء كتر خيرهم بدراساتهم الواسعه وفهمهم للكائن ده قدروا يفيدوا البشريه في مجالات كتير. وصديقي الصغير، انت كمان تقدر تعمل كده لما تتعلم وتجتهد، ساعتها هتفيد نفسك والبشريه وتفتح ابواب رزق ما تتقفلش. بس تصبر على رزقك، مش تستسهل وتفتح لايف وكبسه